في سبورتينغ خيخون في الليغا. المدرب الذي قاد البلاوغرانا لثلاثية في موسمه الأول قال إن حاجته للراحة هي السبب الرئيسي وراء قراره. أستغل هذه اللحظة لإنهاء المؤتمر الصحفي بطريقة مختلفة. أعلن لكم جميعا اليوم أنني لن أكون مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل. إنه قرار صعب جدا بالنسبة لي، لكنني أتخذه بعد تفكير عميق. يجب أن أكون وفيا وعادلا مع أفكاري. في فترة الإعداد للموسم الحالي اجتمعت بألبير سولير وروبرت فرنانديز وأعلمتهما آنذاك بإمكانية عدم تمديد عقدي، وقاما نيابة عن النادي بطمأنتي وإخطاري بوجوب التريث قبل اتخاذ هذا القرار، وأن أنتظر حتى تتضح الرؤية بالنسبة لي. والآن حان وقت إعلان القرار. السبب بوضوح هو طريقتي في القيام بمهنتي كمدرب عبر البحث المتواصل عن الحلول وعن تحسين أداء فريقي. هذا يعني ساعات قليلة جدا للراحة والابتعاد عن التركيز على كرة القدم. وأعتقد أن نهاية الموسم سيكون وقتا مناسبا لأنني أحتاج الراحة. هذا هو السبب الرئيسي.